حصر عليك يا اللي في بالي. ايه اللي بيحصل ده بقى؟ الزمالك بيتعادل مع الاتحاد السكندري بعد ما اتعادل مع الداخليه قبل ما يخسر من اسوان. هو في ايه؟ بجد والله؟ جدو فيريرا مش شغال ولا ايه؟ يعني جدو فيريرا فين؟ 3 ماتشات ما بنسجلش غير هدفين من ضربتين ثابتين، يعني من ضربه ثابته، من ضربتين ثابتتين. ما علينا، الزمالك في 3 ماتشات نقطتين من اصل 9 نقط. الزمالك في 3 ماتشات هدفين من ضربه ثابته، مفيش اي فعاليه هجوميه للزمالك. الزمالك في 3 ماتشات مش قادر ان هو يكسب فرق في منتصف الجدول، فرق زي الاتحاد، فرق زي الداخليه، فرق زي اسوان، مش فرق بتنافس على البطوله ولا فرق في مقدمه الجدول. يعني انت متخيل انا بخسر من اسوان اللي في المركز معرفش الكام، وبتعادل مع الداخليه اللي في المركز معرفش كام، وبتعادل مع الاتحاد اللي معرفش في المركز الكام، اللي هو المفروض انا بنافس على الدوري. لا، ده انا بقيت المركز الثالث رسميا النهارده. فيوتشر بيكسب بيراميدز، او معرفش هو كان متقدم، معرفش بصراحه الماتش خلص على ايه. انا خلصت ماتش الزمالك والاتحاد وجيت اصور، فانا مش عارف ليه الزمالك بقى كده. يعني انا بلعب النهارده ناقص واحد. سيف الدين الجزيري سافر كاس العالم ما رجعش، فبلعب ناقص واحد. فالبروف حب يتدخل فسحب سيف الدين الجزيري، نزل سامسون الكينولا اللي هو برضه بلعب ناقص واحد. اللي هو مكتوب عليه العب ناقص واحد. مفيش فعاليه هجوميه. زيزو شويه على اليمين وشويه على الشمال، يعني انا مش فاهم. طب وبعدين؟ يعني انت متخيل 3 ماتشات المفروض يبقى معاك 9 بونت، معاك بونطين ومضيع 7 نقط لصالح مين؟ لصالح فيوتشر قبل ما يكون صالح الاهلي. انت واخد بالك؟ انت لصالح فيوتشر قبل ما يكون لصالح النادي الاهلي. وصالح النادي الاهلي المنافس الازلي والتقليدي ليك، اللي اعتقد ان هو لو استغل الفرصه دي بكره وكسب المصري هيزود فرق النقاط وخلاص. الاهلي كده ركب بفرق كبير، فرق مستريح، مش هيبقى نازل الماتشات بعد كده مضغوط. لا، يعني فكره المنافسه دايما بتعتمد انك بتكسب فبتضغط منافسك فبتصدر له ضغوط. لا، انت بتريحه. انت بتقول للاهلي بقى براحتك يا باشا، على الاقل من مهلك. يعني ازاي الزمالك الفرقه اللي بتلعب على بطوله مش قادره تسجل 3 ماتشات، مش قادره تسجل الهدفين اللي سجلتهم، هدف تقليص الفارق امام اسوان، وهدف التعادل مع الداخليه من ضربه ثابته، يعني من كره ثابته، مفيش هجمه، مفيش لعبه، مفيش تحرك. جدو فيريرا فين؟ انا مش عارف. يعني جدو فيريرا، انا السنه اللي فاتت كنت بأدي وانا موقوف على القيد افضل من السنه دي، اقسم بالله كنت السنه اللي فاتت كنت بأدي افضل من السنه دي، افضل من الصفقات الفشنك، الصفقات المضروبه. يعني سامسون كينولا المفروض ان هو صفقه اجنبيه، حط تحتها 100 خط، بيقبض بالدولار ابو 32 جنيه. والله ده بجد. يعني تخيل ده بيقبض بالدولار وصفقه اجنبيه جايه دعم للزمالك اللي احنا دلوقتي بنحاول نسوقه، مش عارفين احنا بنسوق سمعته. انت متخيل؟ فضلنا نتريق معرفش على ميكيسوني ونتريق على واهو سامسون كينولا اهو. انا مش فاهم والله العظيم مش فاهم ده ازاي محترف، ده ازاي بيقبض بالعمله الصعبه، ازاي ده محسوب عليا انا في نادي الزمالك ان ده محترف. يعني وابراهيم نضاي اللي جه لعب ماتشين واختفى بعد كده اصابه بقى، ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه ان شاء الله. وزكريا الوردي اللي مشي قال لك كان حالته النفسيه، والله الراجل نفد، اقسم بالله الراجل نفد. وعمرو السيسي اللي النهارده لعب تقليدي قوي، فكرني بنور السيد. فاكر انت نور السيد؟ والله العظيم نور السيد، اقسم بالله نور السيد. ايه ده يا جماعه؟ ده خط وسط الزمالك يعني بعد فرجاني ساسي وطارق حامد يبقى عمرو السيسي ورؤى. وايه ده والله العظيم؟ هو الواحد بيطلع ولا بينزل؟ يعني هو الواحد بيطلع ولا بينزل؟ المفروض ان انا كسبت الدوري سنتين وبفكر في السنه الثالثه واعمل ريكورد تاريخي، فلا انزل بقى. يعني بن شرقي بعد رحيله في الجبهه الشمال انت عاجز انك تحاول انك تقرب من حد 50% من الكواليتي لاشرف بن شرقي، فرحت جبت مصطفى شلبي ورحت جبت ابراهيم نضاي وكانك ما جبتش حد. اقسم بالله كانك ما جبتش حد. طب وبعدين؟ ده انت كده في الدوري، امال في افريقيا هتعمل ايه؟ ده السؤال اللي عمال اساله من دلوقتي عشان لما نتعادل ونخسر محدش يتصدم ويقول لك للسنه الثالثه الزمالك يودع دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات، ريكورد تاريخي. ما تتصدمش وقتها، ما هو ده اللي بيحصل، وهيحصل. لانه انت بتتعادل مع الاتحاد، الاتحاد اللي خسران 3 ماتشات، الاتحاد اللي جاي لك خسران 3 ماتشات، يعني المفروض النهارده تخلص عليه بلغه الكوره. لا، بيكسب منك، بياخد منك بونت. هو تعادل بطعم الفوز وانت تعادل بطعم النيله، بطعم الخساره. ليه؟ لانك لسه متعادل مع الداخليه، ما اتعلمتش الدرس، ولسه خسران من اسوان. انا مش فاهم اعمل لك ايه تاني بصراحه. احنا لو فضلنا على كده والله العظيم احنا نبقى رابع او خامس، وحصر عليك يا اللي في بالي هتبقى بجد لينا احنا بقى، لا هنبقى تاني ولا تالت ولا رابع بالمنظر ده.
لازم امير مرتضى منصور يقعد مع فيريرا ويبدا ان هو يقيم الصفقات من جديد. مفيش مشكله ان انا اعترف بغلطتي، لكن المشكله الاكبر ان انا عاند واصر على غلطتي. دي المشكله الاكبر. نادي الزمالك المفروض ان اداؤه افضل من كده النهارده. انت بتتكلم ان السنه اللي فاتت مع ايقاف القيد كنت افضل من دلوقتي، وانت عامل 10 صفقات على الورق. 10 صفقات على الورق. انت اداك اسوأ من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت قدرت انك تكسب الدوري، قدرت انك تكسب الكاس على حساب النادي الاهلي، دلوقتي صعد لنصف نهائي كاس مصر. ده انت عندك الماتش اللي جاي بيراميدز، خد بالك، ده انا ناسي، ده انت عندك الماتش اللي جاي بيراميدز في نصف نهائي كاس مصر، والماتش اللي بعديه مجزره الاهلي في الدوري. فتخيل بقى انك تخسر من الاهلي بعد ما الفرق يبقى 7 نقط، فيبقى الفرق 10 نقط. ياه، ريحت الاهلي قوي، ريحت الاهلي قوي 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 قوي. الاهلي يكسب بكره المصري يبقى 33 نقطه، انت متخيل؟ يكسبك يبقى 36 وانت لسه في ال 25. انا ما عنديش كلام تاني اقوله، انا ما عنديش كلام تاني اقوله. ارحموا الزمالك. يعني انا كفايه السله اللي بيحصل في السله دلوقتي، وكفايه الطايره واللي بيحصل في الطايره دلوقتي، مش هيبقى القدم كمان. يعني كنا بنقول العاب الصالات وبنحاول نصبر نفسنا، باظت والله باظت، يعني بقى باظت والله. فالقدم كمان هتبوظ، لله الامر من قبل ومن بعد.